أجازتك الجاية هتكون في برشلونة في أسبانيا؟ يبقى لازم تستعد كويس وتظبط برنامج مذهل علشان تزور أجمل الأماكن والمعالم الجذابة في المدينة الخلابة برشلونة. لف العالم مع منفيس. لف العالم مع منفيس كل خميس. اليوم الأول قوم بزيارة شارع الرامبلا، وده من أشهر الوجهات والشوارع في برشلونة، فهو بيعتبر من أفضل مناطق التسوق ومن أكثر الأماكن من حيث الازدحام، بالإضافة إنه بيعتبر من أفضل المناطق السكنية لأنه بيتوفر فيه جميع الخدمات السياحية من مطاعم وكافيهات ومتاجر لمختلف البراندات العالمية. بعد ما تخلص تجول وشوبينج في شارع الرامبلا تقدر تزور حديقة جويل، الحديقة التاريخية والطبيعية المذهلة، استمتع فيها بأهدى الأوقات وألطف اللحظات وسط الطبيعة وجمالها المبهر. اليوم التاني قوم بزيارة ساحة كاتالونيا، واللي بتعتبر من أشهر الساحات والميادين في برشلونة، فهي مزار رئيسي لكل السياح لالتقاط أجمل الصور التذكارية فيها. فهي ساحة خلابة بجمال معماري مذهل، وبينتشر فيها أفضل الموسيقيين والفنانين اللي هتستمتع معاهم جداً. الساحة بتضم مجموعة متنوعة من المطاعم والمتاجر العالمية والكافيهات، بجانب إنك هتقدر من خلالها تزور كاتدرائية برشلونة اللي بتعتبر من أكبر وأهم الكاتدرائيات القوطية، واستمتع فيها بجولة تاريخية هادية. اليوم الثالث قوم بزيارة بلازا دو ري، الساحة العريقة في أسبانيا، واللي بتضم متحف تاريخ برشلونة، وده بيعتبر من أعرق المتاحف التاريخية في المدينة اللي هتستمتع فيه بمشاهدة قصص تاريخية خاصة بتراث كاتالونيا وبرشلونة من عهد الرومان ولحد النهاردة. في اليوم الرابع استعد للتوجه للمتحف الوطني للفنون الكتالونية، واللي بيعتبر واحد من أكبر متاحف الفنون الجميلة في برشلونة. بعدها قوم بزيارة متحف أركيولوجيا بكتالونيا، واللي بيعتبر وجهة مثالية ومسلية لكل أفراد الأسرة. في اليوم الخامس قضي وقتك وسط هدوء واستجمام وزور شاطئ برشلونة، الشاطئ الشهير والمعروف بجمال مياهه وروعة رماله وأجواءه المثالية التأملية. وفي اليوم السادس والأخير قوم بجولة حماسية في ملعب كامب نو، وزور متحف نادي برشلونة واتفرج على الشهادات والكؤوس التذكارية اللي حققها النادي طول فترة مسيرته. بكده تكون استمتعت بأجمل 6 أيام وسط أروع المزارات في برشلونة. لو عجبتكم حلقتنا النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، واستنونا في كل جديد من منفيس.